يا بنتي يا هند، ده النهارده مس ايمان شرحت لنا حته معلومه ملهاش حل. معلومه وفي النحو كانت بتقولي ايه النهارده؟ كانت بتقولي مس ايمان قالت ان اسم الاشاره ممكن يجي بعديه كلمه فيها الف ولام، وممكن يجي بعديه كلمه ما فيهاش الف ولام. وبعدين قالت ايه تاني؟ وقالت خلي بالكم من الفرقين عشان اللي بعديها الف ولام تختلف عن اللي بعديها مش الف ولام. ايه ده؟ هو في فرق بين ده وبين ده؟ لا انا كده بقى اتلخبطت بقى. طب وضحي لي بقى كده الفرق بين الاتنين. تعالي نقول لك يا ستي المعلومه اللي احنا استفدناها، بس ما تنسيش تعملي لايك وشير. وضحي لي بقى الفرق، انا كده اتلخبطت. ايه الف ولام ومفيش الف ولام؟ مش فاهم، فهميني طب. بصي يا ستي، قالت ان اسم الاشاره اللي بيجي بعديه كلمه فيها الف ولام، يعني لما اقول هذا الطالب فبعرب الطالب دي ايه؟ بعربها بدل. تمام كده؟ بس بعرب هذا مبتدا والطالب بدل من المبتدا. طب دي كده الاولانيه، طب والتانيه؟ التانية بقى ان اسم الاشاره لو جاء كلمه بعديها ما فيهاش الف ولام، بعرب الكلمه اللي ما فيهاش الف ولام دي بعربها خبر. لما اقول هذا طالب يبقى طالب خبر. بس انا بقى كده فهمت الفرق بين الاتنين، طلع سهل جدا. ان اللي فيها الف ولام بتكون بدل، واللي ما فيهاش الف ولام بتكون خبر. بس انا كده فهمت الفرق بين الاتنين، سهل جدا جدا. ودي اول معلومة نحوية اعرفها في حياتي. هو ده اول كورس في نحويات مس ايمان اللي خدناها النهارده.